طيب يا قلب اخوك، زي ما انت شايف كده معايا في العنوان بتاع الفيديو، جايب لك النهارده يا قلب اخوك افجر كيبورد في المجال 2025. باذن الله يا قلب اخوك الكيبورد دوت هيعجبك، لان الكيبورد دوت مختلف عن باقي الكيبوردات يا برو. وطالما حاجه طالعه من عند فرعون تبقى مختلفه. مش غرور والله، بس انا مختلف عن اي حد في المجال. ليا دايما كده نظام، وليا يعني حاجه معينه انا بشتغل بيها. تمام، الحمد لله يعني. فيعني كده مبدئيا كده قلب اخوك عاوزك انك تشترك في القناه لو انت مش مشترك، وتعمل لايك على كل فيديو انت بتشوفه وبتستفاد منه. الفيديو اللي انت بتشوفه وبتستفاد منه اعمل عليه لايك. تمام، ما قلتلكش خش على القناه يعني كل الفيديوهات اعمل عليه لايكات، لا، الفيديو اللي انت بتشوفه اعمل عليه لايك بس، مش اكتر من كده. طبعا الكيبورد دوت يا قلب اخوك هتلاقيه في قناه التليجرام، بس انا عامل الكيبورد بباسورد. اقول لك ليه؟ لان انا نزلت قبل كده كيبورد، اللي هو الكيبورد التحفيل. لو انت عاوزه انا هسيب لك اللينك بتاعه في الوصف لو انت عايز تنزله. تمام. المهم يا قلب اخوك، لما انا نزلت البرنامج او نزلت الكيبورد، معلش، نزلته من غير باسورد، لقيت كل الناس بتخش على التليجرام تنزل الكيبورد. ومش مشكله بقى تعمل لايك على الفيديو ولا تشترك في القناه ولا تسمع الفيديو حتى، مش مهم. المهم الكيبورد، وده طبعا ما ينفعش يا قلب اخوك، عشان كده انا عملت الكيبورد دوت بباسورد. فانت تابع الفيديو من البدايه للنهايه واعمل لايك، مش هتخسر اي حاجه والله العظيم لما تعمل لايك وتسمع الفيديو من البدايه للنهايه، مش هتخسر اي حاجه. تمام. فطبعا الكيبورد زي ما قلت لك بباسورد، وهقول لك الباسورد بصوتي في اخر الفيديو. تمام. قلت لك طبعا الكيبورد ده هتلاقيه في قناه التليجرام واللينك بتاعها في الوصف. تمام. فمبدئيا كده يا قلب اخوك هنخش على الكيبورد. طبعا يا قلب اخوك انا ما عملتش واجهه للكيبورد عشان في ناس كتيره طلبته مني، فانا كسلت ان انا اعمل واجهه بصراحه. فالمهم يا قلب اخوك هتيجي هنا على تفعيل الكيبورد عشان تفعل الكيبورد، لان عارف ان في ناس كتيره مش هتعرف تشغل الكيبورد من غير الواجهه. تمام. بعد كده تيجي على حاجه اسمها لوحه المفاتيح الظاهريه دي. تمام. بس كده، وهتفعل الكيبورد من هنا اهو، هتلاقي الكيبورد اسمه هنا اهو. تمام. لو ما لقيتوش تختار اللي هي اضافه لوحه مفاتيح، هتلاقي الكيبورد وتفعله عادي. تمام. بعد كده تدوس اختيار او ضبط عادي يعني، وتختار الكيبورد عادي. تمام. وتختار الكيبورد اهو، اللي هو كيبورد فرعون ده. تمام. طب لو انت عايز تخش على الاعدادات بتاعه الكيبورد عشان السمات والكلام ده اللي في ناس كتيره ما تعرفش، فانا هقول لك هتعمل ايه. هتيجي هنا على تفعيل الكيبورد. تمام. هينقلك على الاعدادات زي ما انت شايف كده، هتلاقي اسم الكيبورد هنا يا قلب اخوك، هتخش عليه. هتلاقيه بيفتح معاك عادي جدا كأنك فتحت الكيبورد من من الواجهة عادي، فاهم؟ عندك هنا الاقتراحات والكلام ده والتصميم. وطب لو انت عايز اسمها دي، اللهم صل على سيدنا محمد، اسمها السمات هتلاقيها هنا في المظهر. لو دخلت هنا على المظهر هتلاقي السمات يا قلب اخوك. السمات اهي، هضيف لك سمات وكل حاجه، بس الفكره في ان انا ما عملتش واجهه. تمام. بعد كده تختار اللي هو صورة الكيبورد بس، وعندك سم واحد واتنين وتلاتة واربعة، وكل ده هنشوفه في الفيديو. تمام. المهم يا قلب اخوك هنبدأ نخش على اي نسخة. اسف طبعا لو انا طولت عليك في البداية، بس حبيت اقول لك الكلمتين بتاعت الريتش ديت عشان الريتش يظبط شوية. تمام. فهنخش على الشات بتاعي كده ونشوف الكيبورد. طبعا اول حاجة هتفتح معاك يا قلب اخوك اللي هو مازن فرعون، اللي هو العربي العادي. تمام. فلو كتبنا مثلا فرعون الجزاوي، يعني زي ما انت شايف كده حاجه يعني مطروشه، والكيبورد سريع زي ما انت شايف. عندك هنا طبعا الايموشنات بتاعه الكيبورد، حاجات رايقه وحاجات كلنا بنستخدمها في الكيبورد بتاعنا. عندك هنا قلب اخوك حاجات عامله زي الهابي مسج كده، اللي هي الحاجات الرايقه ديت. تمام. عندك هنا البتاع دي، لو كتبت مثلا بحبك مثلا، شايف عامله ازاي؟ حاجات يعني جامده. عندك البتاع اللي جنبها دي، حاجات برضو يعني فجر يا قلب اخوك. وعندك البتاع دوت، حاجات عامله زي الهابي مسج كده. تمام. وعندك معلش يا قلب اخوك، من حد كان بينادي عليا. المهم عندك هنا الضم، اللي هو الناس بتاعت الشير، اللي هي البتاع ديت. بص يا قلب اخوك، شايف الكلام ده؟ حاجات يعني الناس بتاعت الشير فاهمه طبعا. عندك هنا اللي هو النيم، لو دوست هنا كده يقول لك نيمك يا برو. عندك الماي اللي هو النيم بتاعي. وعندك هنا طبعا حساب الانستجرام والتليجرام واليوتيوب والشات بتاعي. الشات هنا بص، لو نزلت الكيبورد يا قلب اخوك ابعت لي الرساله ديت عشان اعرف انك نزلت الكيبورد. وطبعا لو عايز نسجل بعض انا ما عنديش اي مشكله، اتشرف طبعا. وعندك هنا قلب اخوك زرار اللي هو اللاسك، اخر حاجه احنا حفظناها ودوسنا هنا بتنزل معانا. ده بالنسبه للصفحه الاولى اللي هي بتاعت العربي. تمام.
لو جينا على الصفحة اللي بعدها قبلك الانجليزي برضو العادي قلب اخوك شغال وسريع برضو. كتبت مثلا مازن محمد مثلا، او مهند، اي حاجة يعني. عندك هنا الصفحة اللي بعدها اللي هي زخرفة العربي، لو كتبت مثلا فرعون الجزاوي، شايف الزخرفة عاملة ازاي، حاجة رايقة. او كتبت مثلا ايه افجر برنامج او افجر كيبورد في المجال، افجر كيب في المجال، شايف عامل ازاي. وعندك طبعا هنا شوية ايموشنات، حاجة يعني دمار. بص، حاجات رايقة يعني، مش هتلاقي الحاجات ديت في اي كيبورد تاني انا عارف، عشان كده بقولك الكيبورد مختلف شوية. تمام. عندك هنا برضو الصفحة اللي بعدها زخرفة الانجليزي، لو كتبت مثلا احمد مثلا، اي اسم فاهم، احمد علي، شايف عامل ازاي، حاجات يعني مطروشة. وعندك برضو الايموشنات والكلام ده كله. إيه، لو جينا على الصفحة الأخيرة قلب أخوك هيقابلك هنا فرانكو. أنا مرضتش أحط تحفيل في الكيب ده، أنا سايب كيب تاني مخصص للتحفيل، شتايم جديدة ونار. لو أنت عايز كيبورد فيه تحفيل هسيب لك اللينك بتاعه في الوصف. كيبورد يعني جامد يا قلب أخوك، أنصحك إنك تنزله ده لو أنت عايز كيبورد تحفيل. عندك هنا الفرانكو يا قلب أخوك، لو كتبت مثلا فرعون الجزاوي، حاجة يعني فجر يا قلب أخوك، والإيموشنات والكلام ده كله. هنيجي بقى على آخر حاجة يا قلب أخوك عشان خاطر الفيديو بس، هنيجي على السمات. تمام. عندك سيم واحد لو اخترناه كده اهو، دخلنا على الكيب، هتلاقي السيم الفاجر اللي انت شايفه ده، حاجات للايفون، خلي بالك سمات ايفون ديت مش اي سيم وخلاص. سيم اتنين فاجر برضو يا قلب اخوك. السيم رقم تلاتة، معلش بقى انا زملكاوي، وطبعا اي حد زملكاوي على دماغي، حتى لو اهلاوي برضو مفيش مشكلة. المهم يعني قلب اخوك، عندك السيم رقم تلاتة، شايف زي ما انت شايف حاجة يعني، يعني دمار. سم أربعة وكده وخمسة، وتبدأ إنك تشوفهم. أنا طبعا مش هطول عليك في الكلام دوت، أنا بس حبيت أوريك السمات بتجيب إزاي. بس كده قلب أخوك، عاوزك بقى إنك تشترك في القناة وتعمل لايك. قلت لك طبعا الكيبورد دوت هتلاقيه في قناة التليجرام. وبالنسبة لباسورد الكيبورد 4 أصفار، باسورد اللي هو فك التشفير بتاع الملف اللي فيه الكيبورد 4 أصفار. وبس كده قلب أخوك، وأشوفكم فيديو جديد وشرح جديد يا إخواتي. كان معاكم فرعون الجزاوي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.